السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح استطاع المنتخب انه يفوز 2-0 على موريتانيا. جاب الاجوان، الهدف الاولاني جابه تريزيجيه والهدف التاني جابه محمد صلاح، وخلصت المباراة على خير، ولكنها كانت متواضعة في تشكيل. كان في ملاحظات كتير. كابتن حسام بيلاعب اسماء، يعني يعتبر عندنا ما اتنين من افضل لعيبة العالم ما ادوش اي دور، كانش ليهم اي كور تشكل هجوم على على موريتانيا. ما كانش المنتخب له شكل، ما كانش لينا شكل، ما عندناش جمل بتتعمل في الملعب، ما عندناش طريقة واضحة، ما عندناش، يعني في لخبطة، في اسماء لازم تلعب. ما اعرفش ليه يعني مصطفى محمد ما ابتداش راس حربة صريح. يعني بعض الامور كده ما كانتش جيدة. وطبعا تلا المباراة تصريحات كابتن حسام حسن برضو اللي بتبقى مش موفقة دايما. وما اعرفش، هو ما عندوش حد حبيبه يقول له بطل وبتاع وبلاش التصريحات دي. يعني يا ريت الكابتن حسام ينتبه للامور دي انتباه شديد، لانها بصراحة مخسرة كتير. وانا شايف ان الجمهور ما بيروحش بسبب تصريحات الكابتن حسام حسن. يعني اللي محسسنا دايما بالاضطهاد والمظلومية، وانه جاي بمطلب شعبي، وانه جاي بقرارات سيادية، وانه قاعد وغير دخوله في صدام مع الأجهزة المحتملة تيجي، وتلميحه لهاني أبو ريدة أو أحمد مجاهد اللي احتمال يبقوا حد فيهم رئيس الاتحاد أو رئيس ونائب في الفترة الجاية، وخلافه معاهم، وإنه هيشتغل مع أي حد. إيه الدوشة دي؟ ما تركز يا كابتن في شغلك يا كابتن. ليه يا كابتن عامل لنا كل مباراة فيها مشاكل؟ كل مباراة بيجي يلعبها المنتخب المصري، ابتدينا بمشكلة محمد صلاح، واللي دلوقتي محمد صلاح ده زي اخويا الصغير وزي عيالي. ليه القلق ده؟ وليه بنعمل المشاكل دي؟ ما نخلينا في شغلنا، ما نركز في شغلنا احسن، بدل ما نقعد نتكلم هنا ونتكلم هنا. نركز في شغلنا، لان الشغل مش جيد، الاداء مش حلو، شكل الفرقة مش حلو، مفيش خطة واضحة ليك، مفيش طريقة لعب معينة انت بتلعبها. محدش قادر يعني مفيش جمل بتتعمل، اللعيبه مش حافظه حاجه، في اجتهادات في الملعب. في زيزو طالع زعلان انه هيخرج، والمفترض انه ما يخرجش ولا ايه؟ مش فاهم. وده ان ده اللي يدل برضه على ان اللعيبه مش متجهزه بشكل جيد نفسيا، وان هم عارفين ان اي واحد فيهم ممكن يطلع في اي وقت. ليه زيزو زعلان انه خارج؟ محمد صلاح خارج بتاخده حضن مطارات، وهو انا شايفه ان هو يعني ما بدلكش نفس الشعور او نفس الطريقه. فليه برضو العمليه فيها افوره مع اللعيبه المحترفين؟ وليه محمد صلاح ومرموش مش مسافرين عشان الملعب ترتان؟ لو اللعيبه دي كانت من النادي الاهلي، وكان الاهلي عنده ماتش ولا حاجه، وطلب ان اللعيبه تخرج من المعسكر بسبب ان اصبح ماتش موريتانيا التاني يعتبر ملوش اهميه عند المنتخب، كانت هتبقى هي الامور؟ ولا كان زمان الدنيا والعه والاهلي مش وطني وعايز ياخد اللعيبه وده مش كلام، وزي ما كانوا بلا 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 بلا. ليه؟ ده كانوا راحوا مع المنتخب وما لعبوش، لكن يمشوا خالص من المعسكر ما عليه علامة استفهام. وهل دي هتبقى سنة بقى تتبع؟ ما هو كده أي وقت المنتخب بقى فيه مش محتاج بعض اللعيبة، أنديتهم من حقها تطلبها. لو الأهلي عنده ماتش والمنتخب عنده ماتش مش مهم نتيجته، إن المنتخب يكسبه أو يخسره، يبقى ما تلومش على الأهلي لما يقول لك مش هودي اللعيبة أو محتاج اللعيبة عايزها، أو الزمالك أو أي فرقة واخد منها، أو بيراميدز، أي فرقة أنت واخد منها لعيبة من حقها تقول انا عايز اللعيبه بتاعتي. ما انتوا خلاص سنتوا سنه ان الماتش اللي مش مهم ممكن نستغنى عن اللعيبه، مش ما تبقاش موجوده. ادي صلاح ومرموش اعلنوا انه مش هيسافروا نتيجه ان الملعب ترتان، وادي ومحمد عبد المنعم طبعا عنده اصابه في الاماميه، ودونجا قبل منه اصابه وخلاص كده اللي عايز يمشي المعسكر يمشي، ما بقاش معسكر بقى، بقاش منتخب بقى، يعني سلطه، الموضوع بقى سلطه. عموما المنتخب عنده الماتش الجاي زي ما قلنا يوم التلات الساعة 7 برضو مساء في موريتانيا. وإن شاء الله المنتخب يخرج من المباراة بنتيجة كويسة،
وإن كان المنتخب الموريتاني عنده تحفظ شديد لأنه حس بالظلم في الماتش الأول، وكان له اعتراضات كتيرة على الحكم، على طاقم التحكيم التشادي. فإن شاء الله يقدر الكابتن حسام يعمل تشكيل. أنا مش هقول التشكيل بقى لأن الكابتن حسام ما عندوش خطوط تقدر تبني عليها أو تقدر تتوقع له. يعني هو عم شكشك، محدش يتوقعني. فهو كابتن حسام بقى محدش يتوقعه. هنشوف الماتش الجاي هيفاجئنا بالتشكيلات ازاي بعد الغيابات كمان الموجودة دي، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. نيجي بعد كده لبعض الاخبار. من خلال المتابعة للقنوات والبرامج التلفزيونية بشكل عام، فوجئت بالكابتن احمد ديودار طالع مع مهيب عبد الهادي بيحلف بالله العظيم انه عنده معلومة اكيدة من جوه الاهلي. المعلومة من جوه الاهلي بتقول ايه؟ المعلومة ان الاهلي بلغ امام عاشور بان بعد خسارة ماتش السوبر اذا ما عملش حاجة في السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات ومباراة العين اللي هتبقى في الانتر كونتيننتال اللي هي على الكاس الافرو اسيوية، هيعرضوا لي البيع. تخيل، دي معلومة بيحلف بالله انها عنده ومن جوه النادي الاهلي. وده طبعا كله في اطار يعني ايه التهريج اللي بيحصل، وان اي حد بيقول اي حاجة. وكان طبعا المفترض ان المذيع يعني يأكد منه المعلومة جايبها منين، لانه مش كلام مرسل بيتقال وخلاص. ده النادي الاهلي يعني اكبر نادي في القارة، مش في الشرق الاوسط. يعني انا مش فاهم ازاي بيبقى فيه جرأة لاي حد انه يقول اي كلام كده على اي قناة او اي برنامج. والمذيع اللي قاعد ده ايه؟ قاعد يعني منظر، يعني ايه؟ يعني شرجي يعدي وخلاص. ازاي ما بيحاورش الضيف ويأكد منه المعلومة جايبها منين؟ الضيف اللي يقول معلومات ملهاش مصدر واضح ما يقولهاش، لان ده كده بيعمل بلبلة وخلاص. على اساس انت ده امتى الاهلي عمل كده مع اي لاعب ايا كان في اي وقت؟ امتى ده حصل من الاهلي وقال لي لاعب او حط عليه شروطه ان انت لو ما جبتش البطولة الفلانية؟ اللاعب اللي بيأثر في النادي بيتحاسب، واذا استمر بيستغنى عنه وانتهى الموضوع. انما هو في لعيب يضمن انه يجيب بطولة او يضمن في حاله في ماتش؟ ممكن يبقى اللعيب مكسر الدنيا في التدريبات وينزل الماتش ما يبقاش جيد. وادينا شفنا اللعيبه كلها بالكامل كانت زي الزفت في ماتش السوبر مع الزمالك، واستحق الزمالك الفوز. فهو مش اي كلام يتقال واي حد يسمع كده اي كلام وخلاص. عايزين كلام موثوق فيه. الناس لما تطلع تبقى الكلمه دي مسؤوليه كبيره، مش اي كلام طخ كده وخلاص. وطبعا كل الكلام ده في سكة الإلهاء اللي بتحصل للأهلي وإدارته وجماهيره ولاعيبته. زي ما قبل كده موضوع القندوسي، ثم استضافة عمار حمدي وكلامه اللي ما كانش جيد برضه في اتجاه النادي الأهلي. وكابتن شوقي عبد الشافي برضه في برنامجه مع في استضافته مع هاني حتحوت على الراديو. ففي ايه يا جماعة؟ ليه يعني على إدارة النادي الأهلي الانتباه والحذر الشديد، لأن في اتجاه بإنه يعني يعملوا قلق للفرقة، وإنه يشدوا الفرقة ويخرجوها بره تركيزها، زي الهاشتاج المعمول بتاع أكبر قلعة رياضية في مصر. يعني قول أكبر قلعة رياضية في الكون كله، أنت حر. إنما تقول اللي يختلف عن ده أو ما يقولش ده يبقى ما بيفهمش رياضة. جبتها منين دي؟ عارفين ان انت مسنود، والكلام ده اتقال كتير. انت وحسام حسن انتوا الاتنين مسنودين، وانتوا الاتنين جايين مسنودين. خلاص عرفنا الكلام ده. نعمل ايه بقى احنا؟ نعمل لكم ايه عشان انتوا مسنودين؟ ما تطلعوش تقولوا اي كلام طيب يضحك الناس عليكم. قولوا كلام معقول، قولوا كلام يتفهم. يعني قولوا، خلوه منطقي، انما مش اي كلام كده. طيب احب اقول لك بقى ان الاهلي حتى الان هو في التصنيف الاول في افريقيا، وهو نادي القرن. حتى الآن آخر تصنيف طالع بيقول إن الأهلي 119 نقطة،
بعديه الترجي 72 نقطة، بعديه مازيمبي الكونغولي 67.5 نقطة، بعديه النجم الساحلي 59 نقطة، بعديه الوداد 51، بعديه الزمالك 46 نقطة. أكبر قلعة رياضية في مصر 46 نقطة. فاعرفوا حجمكم واتكلموا على قده، بلاش تخبطوا وخلاص. انتوا من ساعة ما خدتوا السوبر الأفريقي وانتوا افتكرتوا ان انتوا عملتوا انجاز، وهي مباراة ببطولة لكن بطولة ما بتوديكش في أي حتة، ما بتعملكش أي نتيجة. مبروك عليكم البطولة، ومبروك عليكم كاسة، ومبروك عليكم جوائزها، لكن هي دي حدود الماتش بس. لكن ما بتديكش قيمة في افريقيا، ما بتدخلكش كاس عالم، ما بتلعبكش في الانتر كونتيننتال، ما بتلعبكش في دوري الابطال بتاع الكبار اللي الاهلي محتكره 12 وبيلعب في ال 13. فيعني فكروا شوية، فكروا شوية علشان خاطر يعني ايه تتساعدوا، علشان تتساعدوا، عشان يعني احنا من غيركم هنتعب، عايزين منافس، فعايزينكم تبقوا اقوياء عشان يبقى عندنا منافسة. لكن كلامكم وتصريحاتكم لابد تكون على المستوى ده. نيجي بقى للنادي الاهلي. الاهلي لعب امبارح مباراة مع حرس الحدود، مباراة ودية، وكسب 3-0. 3-0 للاهلي. جاب الاجوان قفشة، ولاعب جديد في النادي في الاشبال. كان حسين الشحات جاب جون، وقفشه جاب جون. اللاعب اسمه سمير محمد. قفشه جاب جون، سمير محمد جاب جون، وحسين الشحات جاب جون. وكانت مباراة جيدة، والاهلي قدر يفوز فيها 3-0. وكان بيتلعب على ملعب الاهلي مختار التتش. وكمان من ضمن الاخبار، طبعا احنا عارفين طبعا ان الاهلي فاز في اول ديربي نسائي بين الاهلي والزمالك. الاهلي فاز فيه 2-1. وكان حاضر المباراة شيكابالا على فكرة، وكان متوقع ان الزمالك هيفوز ويحتفلوا بقى وكده ويحفلوا بعد السوبر الافريقي اللي خدوه. انما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خسروا في اول ماتش بين الاهلي والزمالك للكرة النسائية. كمان القندوسي، الاهلي طبعا كلنا عارفين بعد مشكلة القندوسي الاخيرة كان الاهلي عرضه للبيع، وحصل اتصال تليفوني بين الكابتن محمود الخطيب ورجل الأعمال أبو العينين صاحب سيراميكا، واتفقوا على إن الأهلي ورحب سيراميكا بإنه ياخد اللاعب بشراء نهائي. لكن المفاجأة إن القندوسي رفض. هي مش مفاجأة، هو طبيعي اللاعب مش هيكون سهل في تعامله مع الأهلي يعني، فأي حاجة يقدر يوقف فيها رغبة الأهلي إنه يعني يعترض أو يكون ضدها هيعمل كده. بعد طبعا الموقف الأخير اللي حصل وعرضه للبيع من قبل النادي الأهلي. وهو اللاعب كان طلب قبل كده زي ما قال أمير توفيق إنه يمشي بالمجان، والأهلي رفض. وحصل بعد برضه جدال ودوشة الإعارة اللي تمت السنة دي لسيراميكا. ودينا رجعنا تاني لنقطة الصفر، وهنشوف الأهلي ممكن يعمل إيه في الموضوع دوت، وعلى هيخلص على إيه إن شاء الله. وإن شاء الله خير. إحنا كالقندوسي يعني ما يفرقش معانا في حاجة، ويروح في أي حتة. يعني أنا في رأيي إن الزمالك لو دخل في الصفقة وإنه الكلام ده معمول علشان خاطر يروح الزمالك، الأهلي يبيعه للزمالك مباشر، ونخلص من قصة اللف والدوران اللي بتحصل دي. اللي عايز لاعب ياخده، طالما اللاعب مش عايز النادي عندك ما في ألف سلامة، اكسب فيه. ما اللي مش عايزني أبيعه وأكسب فيه، هقعد أعمل بيه إيه؟ خلاص مش عايزني، ألف سلامة، يمشي ويجي بداله 1000 أحسن منه. وهو اللي يسيب الاهلي هو الخسران. الاهلي ما وقفش على لاعب. ادينا شفنا الضجه اللي حصلت ايام عبد الله السعيد، وهو فين عبد الله السعيد النهارده؟ من ساعه ما مشي من الاهلي بقاله كام سنه. خد كاس ما لعبوش كاس كاس الكونفدراليه اللي خده الزمالك ده، اول بطوله تعتبر وحتى لما ساب بيراميدز، بيراميدز خد كاس مصر يعني، حتى ما كانش له نصيب ياخد كاس مع بيراميدز، وخد احمد فتحي وهو قاعد على الدكه. ورمضان صبحي من ساعة ما مشي عمل ايه؟ فين رمضان صبحي؟ ما فيش. احنا مش النادي ما بيوقفش على لاعب ايا كان حجمه ايا كان وزنه. فين ايام ما مشي الكابتن محمود صالح الرباعي الشهير، كابتن طاهر ابو زيد وكابتن ربيع ياسين وكابتن علاء ميوب وكابتن محمود صالح، كل اسم لوحديهم فرقة بحالها.
من اكبر الناس، ولعب ورياضة واخلاق وكل حاجة ممتازة. ومع ذلك الاهلي قرر الاستغناء عنه، وما حصلت مشاكل وحصل، وكان الكابتن ده بعديهم شوبير وتضامن معاهم. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ مشيت اللعيبة والاهلي مكمل لحد النهاردة، والدنيا ما بتقفش على حد عموما. في اخبار متداولة اليومين دول بان النادي الاهلي تعاقد على مباراة مع ريال مدريد وفرقتين كمان في السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ. وده هيكون في يناير. الدورة دي هتتعمل في شهر يناير، فيها الريال والأهلي وفرقتين من السعودية، ما تحددوش لحد الآن، لسه فرقتين السعودية. جايزة الأهلي في البطولة دي علشان يشترك فيها 8 مليون دولار. مبلغ كبير، مبلغ حلو، ينعش ينعش مصر. ينعش الخزينة انتعاش غير طبيعي، ويدي مرونة للأهلي في التعاقدات وفي الاتفاقات والصرف على باقي الفرق اللي غالبا كرة القدم بتصرف عليها على الكل يعني. كمان في خبر مهم بيقول ان الاهلي عنده اتجاه لتكوين لجنة كشافة. هيجيب مين بقى اللجنة كشافة دي يبقى مديرها والمسؤول عنها؟ كارلوس كيروش. شوفوا يعني المدرب ده بصراحة كان ممتاز بصراحة. كارلوس كيروش ده هيبقى هو رئيس لجنة الكشافة دي. والمدرب كيروش لما اتعرض عليه الموضوع انبهر من الفكرة والراتب اللي عرضه النادي الاهلي عليه، وانه قال انه مشروع مبهر. فنتوقع ان شاء الله الفترة الجاية حاجات كتيرة كويسة في النادي، وان شاء الله نشوف ده قريب يخرج للعلم باعلان رسمي ان شاء الله، وتبقى واضحة كل الخطوط. كمان الاهلي قرر انه ما يجددش البيرستاو، وده قرار نهائي المرة دي، بعد طبعا برضو المشاكل اللي حصلت في الفترة الأخيرة والقلق، ويطلع بره يجيبوا له عقد لا مش راضي ومش عارف ايه، انا عايز اقعد في الاهلي، عايز اكمل في الاهلي، عايز العب كاس عالم، عايز. بس الاهلي مستر كولر والإدارة الفنية كمان في النادي لجنة التخطيط شايفين ان بيرسي تاو ما بيديش 50% من اللي يقدر يديه، وده اللي خلاهم قرروا ان هم يستغنوا عنه، ما يجددولوش، وهيتعرض للبيع برضه في يناير الجاي في محاولة لتسويقه من خلال النادي. واعتقد ان هي زي ما نجحتش وخلصت السنة، لان هو فاضل له السنة دي، اذا خلصت بدون ما يلاقوا له عقد كويس مش هيجددوا له، هيسيبوه يمشي فري. وبالمناسبة القندوسي اللي عامل مشاكل هو فاضل له في عقده سنتين لسه مع الاهلي، يعني هو مازال في ايد الاهلي. فعلى القندوسي برضو انه يفكر كويس برضو في قراراته اللي بيتخذها عشان ما يخسرش مستقبله، ما يعاندش مع فرقة كبيرة ونادي كبير زي النادي الاهلي. دي كانت اهم الاخبار على الساحة الرياضية في الايام اللي فاتت وفي الفترة الاخيرة. وان شاء الله هنعمل حلقة خاصة تخص السوبر المصري في الامارات، وهنتكلم فيها على الفرق المشاركة، الاهلي بصفته بطل الدوري، وبيراميدز بصفته بطل كاس مصر، وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل الرابطة كاس الرابطة، والزمالك اللي واخد الكارت الذهبي وبيعترض على انه يلعب مش عارف الساعة كام والساعة كام. ربنا يهديهم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ودايما نشوفكم في احسن حال. سلام عليكم.